السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان يسوع تكلم علانية فأين قال أنا الله. في يوحنا 18:20 يقول النص: أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. انتهى نص يوحنا 18:20. طيب، إذا كان يسوع تكلم علانية ولم يتكلم بشيء في الخفاء، فأين في كلام؟ 1. أين قال يسوع أنا الله فاعبدوني؟ 2. أين قال يسوع أنا ناسوت ولاهوت؟ 3. أين قال يسوع أنا الله الظاهر في الجسد؟ 4. أين قال يسوع أنا الله الابن؟ 5. أين قال يسوع أنا الأقنوم الثاني؟ 6. أين قال يسوع أنا الله الكلمة؟ 7. أين قال يسوع أنا لي طبيعة واحدة ومشيئة واحدة كما يؤمن الأرثوذكس، أو طبيعتان ومشيئتان كما يعتقد الكاثوليك، أو طبيعتان ومشيئة واحدة كما يعتقد المارون؟ إذن فالإيمان المسيحي ليس من الإنجيل، إنما هو من الكنيسة والتقاليد الكنسية. يقول متى مصدقا على هذا الكلام في الإصحاح رقم 15 والعدد 6: فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. نستودعكم الله، نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.